النهارده العيد، كل سنه وانتم طيبين ويا رب يكون عيد سعيد عليكم على كل حبايبكم. تعالوا بقى معايا اوريكم ايه اللي حصل في اليوم. بس قبل اي حاجه لازم تشوفوا الشياكه دي وتقولوا لي ايه رايكم في الدريس. طبعا الاضاءه ظالمه كل حاجه، بس يعني مشوا معايا الدنيا. عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات وايه رايكم في الدريس. اول حاجه رحناها هي سكيت تلج في مول. هو انا ما لعبتش، بس انا كنت ميته من الضحك عليهم، على كل وقعه كانوا بياخدوها. دي كانت بتريح شويه، مع انها من ساعه ما دخلت وهي قاعده. دي بقى الوحيده اللي فيهم كلهم كانت واقفه، يعني ادتني امل في اللعبه. انا ليا طرق انت ما تتخيلهاش. انا كنت بتسلى. ايوه انا بتسلى. خلصنا السكيت، رحنا فين بقى يا ترى؟ رحنا الملاهي. تتوقعوها دي؟ ما تتوقعوش، لان انا كمان مش متوقعه. انتوا عارفين انا بقالي قد ايه ما روحتش ملاهي؟ بقالي سنين، فانا اصلا مش مصدقه انا فين. انا ازاي في الملاهي دي كلها، وسط الملاهي دي كلها؟ انا باين عليا كبرت ولا ايه؟ المهم ان انا ما لعبتش غير العربيات، اللعبه الوحيده اللي بحبها. يعني ما اقولكوش سويقه يعني. عقبال كده ان شاء الله ما اجيب عربيه لنفسي بس تبقى عربيه بجد بحقه حقيقي. المهم ان احنا كنا داخلين حرب، مش داخلين نلعب عادي. احنا كنا بنخطط نشوف هنضرب مين دلوقتي وهنخبط في مين دلوقتي. انا كنت بتفادى الاذيه، يعني كنت في حالي وبسوق حلو وبتاع، لكن هم اللي خبطوني. رحت انا ما سكتش وخبطتهم هم كمان. بعد ما كنت في حالي خلوني اخطط ازاي اخبطهم. يرضيكم؟ ما يرضيكوش ولا يرضيني، بس هم يستاهلوا. وبس كده، بعد الحرب دي كلها انا كده يومي خلص. ما تنسوش اعملوا لايك وشير وفولو للصفحه عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم جدا جدا جدا. باي باي.